الأستاذة فاتحة، اليوم الرأي العام الرحماني كيتفاجئ بالعودة ديالك للحياة السياسية، يعني بعد غياب. إذا كان شي توضيح في هذا الموضوع هذا؟ الغياب كان السبب الرئيسي هو أنه من بعد ما غادرت البرلمان رجعت لممارسة الصحافة اللي هي المهنة ديالي الأصلية. وفي أخلاقيات الصحافة ما كيمكنش الإنسان يكون ممارس للصحافة وللسياسة في وقت واحد، فما كيمكنش يكون حكم وطرف. هذا هو اللي كيفسر. اليوم ما بقيتش كان هذا تقريبا عام ونص ما بقيتش كنمارس الصحافه، فاذا ما كاين حتى شي حاجه اللي كتمنع الرجوع ديالي للميدان السياسي. وقبل هذه العودة، واش كان شي تنسيق بينكم وبين السياسيين ديال حزب بام بالرحامنة؟ انا ما عمري ما كان عندي قطيعه مع الحزب، فعندي اصدقاء في الحزب اللي كنعرفهم وكيعرفوني، وبقينا على تواصل هذه المده كامله. مع الناس ديال الرحمنه يمكن ما كانش تواصل، الا في بعض اللقاءات اللي هي كتكون مره مره. وهادشي اللي كاين. بالنسبة أنت كتبعي الوضع السياسي بخصوص حزب بام بالرحامنة والتراجعات اللي كانت والمكاسب اللي كانت، كيفاش كيبان لك الرجوع ديالك؟ كيفاش كتكون القيمة المضافة ديالو مثلا؟ تصحيح بعض الأمور أو لا الإضافة؟ شوف، كل مناضل ديال الحزب ما يمكن ليه الا يكون قيمه مضافه. الرجوع ديالي انا ولا استقطاب ديال مناضلين جدد ما يمكن لهم يكونوا الا ما يمكن ما غاديش نقول لكم انا حيت انا رجعت راه غادي الاشياء تحسن. هذا الشيء غادي يكون عبث، وغادي يكون عبث، وغادي يكون سوء تقدير مني. لانني انا كيفي كيف جميع المناضلين، كلنا، كل واحد فينا وكل وحده فينا عندها قيمه مضافه بشكل او باخر. نقول فاتحه جايه غادي باغا تخدم في الحزب البنقري وبالرحمنه. فاتحه ما عمرها قطعت رجليها على الرحمنه. يمكن ما كتشوفونيش لانني كنجي، راه بلادي هذيك، وراه كنجي. يمكن ما كيشوفونيش الناس، يمكن ما كنظهرش ما كنتش كنظهر حتى في شي لقاء حزبي. فاذا ما يمكنش دابا غنبقاو نشوفوا فاتحه دائما في اللقاءات الحزبيه بالرحمنه. ان شاء الله، ان شاء الله، باذن الله. شكرا.